الزمالك يتعادل مع بتروجيت 1-1 في البروفا الأخيرة قبل القمة، والأهلي يفوز على الإسماعيلي في حصة تدريبية خفيفة الظل. كلام مهم جدا عن القطبين ومستوى بعض اللعيبة في الأهلي والزمالك. ما تروحش في أي حتة، لا تنسوا الاشتراك مهم جدا جدا في القناة وفعلوا زر الجرس مهم جدا جدا عشان عندنا كلام مهم جدا في الفيديو. طيب، لما تيجي تبص على الأهلي النهاردة أمام الإسماعيلي، كولر بدأ يضخ دماء جديدة داخل الفرقة، بدأ يعتمد على محمد عبد الله. محمد عبد الله بدأ الأهلي يعتمد عليه في الوينج رايت، وحسين الشحات في الوينج ليفت، وقفشه بدأ يقعد على الدكة تاني لأن مستواه غير مقنع. ده غير إن أشرف بن شرقي هيبقى موجود في الوينج ليفت بعد كده، وحسين الشحات على اليمين. بس انت بتطلع بدلة ويبقى عندك الاستراتيجيه بتاعتك لما بتيجي تبدل، وعندك جراديشار بعد كده ولا يقعد على الدكه، وسام ابو علي رجع اهو، فعندي بديل مهاجم وعندي وينجات على الدكه وعندي قفشه على الدكه. فاعتقد ان الاهلي بدا يضخ دماء جديده، وكولر بدا يشتغل كويس. محمد عبد الله يعني تحس ان هو مدي على بن شرقي شويه، او مصطفى فتحي بيعدي كويس، بيلعب كوره. هو جات له الفرصة، صعب الفرصة تيجي للاعب صغير في السن في الأهلي ويلعب بقى على طاهر أو الشحاتة أو على معرفش مين أو على مين. فهو بيلعب كورة يعني ما فيهاش مشاكل. هو لسه الثقة مش عنده أعظم حاجة، هو لسه ما ضمنش مكانه في النادي الأهلي. ممكن الأهلي السنة الجاية يطلعه إعارة، ولكن محمد عبد الله لاعب مجتهد ولاعب عنده حلول ولاعب ما بيرجعش لورا بالكوره زي ما الجماعه في نادي الزمالك بيعملوا. محمد عبد الله بيروح على طول واحد ضد واحد وبيعدي وبيعمل اسيستات كمان. فمحمد عبد الله ورقه مهمه جدا جدا للنادي الاهلي كبديل. يعني في ماتش الاهلي اعتقد ان لو بن شرقي مش هيلعب اساسي وصعب يلعب اساسي، الاهلي يلعب بمحمد عبد الله وحسين الشحات، وعنده بدايل وعنده قفشه بديل، ويلعب بامام عاشور تحت المهاجم، وجراديشار اعتقد هو ممكن اللي يبدا. فازاي ان انت بتعمل سيستم ما بين الاساسيين والبدلاء، لان انت مهم جدا وانت عندك نجوم في النادي الاهلي تعرف توزع الدنيا، تعرف تعتمد على مين اساسي ومين بديل، وتنزل البديل امتى والاساسي امتى. احمد رضا لاعب نادي الزمالك او من ناشئين نادي الزمالك اللي الزمالك سابه ببلاش، بيتألق مع النادي الاهلي وعامل مباراة كبيرة، تمريراته كويسة، احرز الهدف الرابع. احمد رضا من اللعيبة اللي كولر كان خلاص بقى امام عاشور بقى خلاص يعني امام عاشور بالامكانيات الجبارة اللي عنده دي، يعني خلاص بقى مش هلعبه بقى نص ملعب. فكولر كان عنده صداع في الحتة بتاعت اللاعب 8. طب السولية، طب قفشه، طب ندفد، طب عمر الساعي. فاحمد رضا يظهر بشكل مميز جدا جدا امام الاسماعيلي وعمل مباراه كبيره، وده اللاعب الثمانيه اللي كولر بيدور عليه. اعتقد ان الاهلي بضغطه العالي بالشخصيه، بان انت نازل انت عارف انت مين وانا مين، انت مين وانت مين. فمهم جدا ان انا ما بديش حد اكبر من مقامه، اودي حد او اطمع حد عليا، لان ده في الكوره موجود. ازاي الاهلي النهارده امام الاسماعيلي على طول راح تك تك جون وضرب جزاء ضايعه، واول الشوط الثاني احرز هدف وبعد كده احرز هدفين في اخر ربع ساعه. فازاي الاهلي هو المنظومه بالسيستم بالمدير الفني باللعيبه. الدنيا بتقع في ماتش تعادل بس صعب الدنيا تقع خالص في الاهلي. ده اللي بيميز الاهلي عن الزمالك. واعتقد ان الاهلي جاهز تماما تماما تماما، وفرص الفوز على الزمالك في القمة يوم السبت القادم بتزداد. بالتأكيد الأهلي هو الأفضل. لما نيجي نتكلم على الزمالك وننقل الصورة على نادي الزمالك، انذارات ملهاش اي داعي، غيابات، غير ان انت كامل ما بتلعبش كورة حلوة في غياب عبد الله السعيد. الزمالك بيبحث عن شكل يلعب بيه. النهارده بتلعب تعتبر 4-4-2، بتلعب من غير وينجات، عامل 4 في نص الملعب.
عاطف وعبد الله السعيد ومحمد السيد ودونجا، في زحمه في نص الملعب، مش عارف تخرج بالكوره. بتروجيت عامله ضغط عالي في حين ان انت مش عارف تضغط على بتروجيت، فبتقابلها من نص الملعب. الزمالك فقير في اللمسه الجماليه، في اللعيبه المهاريه. الزمالك عنده مشاكل. عبد الله السعيد هو افضل لاعب في نادي الزمالك. زيزو اداء غريب ومضيع جونين ثلاثه النهارده امام بتروجيت. ما تعرفش زيزو عايز ايه، هل التجديد مؤثر عليه؟ محدش عارف زيزو عايز ايه، ده غير الضغط الجماهيري اللي عليه. فالزمالك بيبحث عن شكل، العب ازاي؟ العب محمد السيد جنب دونجا، ولا العب عبد الله جنب دونجا ومحمد السيد 10 وبلعب بعاطف؟ اعتقد ان الزمالك عنده مشكله في الوينجات واللعيبه الحريفه ومنظومه الضغط، ومنظومه الضغط العالي، ومنظومه ان انا عندي شخصيه، وان انا نازل فايق، وان انا بخش في اللقاء من اول ربع ساعه تلت ساعه. انا بخش في اجواء اللقاء. الاهلي بيخش في اجواء اللقاء من اول دقيقه. الزمالك النهارده دخل الماتش الدقيقه 75. فمتخيلين الدنيا في الاهلي والزمالك عامله ازاي. الزمالك ما عندوش لاعب اللي هو متالق الموسم كله غير حسام عبد المجيد. لما تيجي تبص على الاهلي، عنده ربيعه وعنده الشناوي بدأ يعمل شغل محترم، وعنده كريم الدبيس متالق، وعنده مروان عطيه متالق، ده غير امام عاشور، ده غير جراديشار اللي كل ماتش بيسجل او بيصنع. الاهلي شامم نفسه والزمالك مش قادر ياخد نفسه. ده كلام على الاهلي والزمالك، والمنظومه هنا والمنظومه هنا. اعتقد ان الزمالك حتى لما بيلجأ للشباب مش بيصنعوا الفارق اللي صنعه بقى سيد نمر وحسام عبد المجيد اول ما طلع، و... 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 ويوسف اسامه نبيه وسيف جعفر. مفيش كمان دي، ومفيش صفقات على اعلى مستوى. فاعتقد ان الزمالك عنده مشاكل كبيره جدا جدا في نص الملعب. لو الزمالك قدر ان هو يتعادل مع الاهلي، ده مكسب للزمالك، لان الاهلي اقوى من الزمالك بكتير جدا جدا جدا. والاهلي عنده شخصيه، والاهلي بيعمل ضغط عالي، واللعيبه بدنيا كويسه وبتمارس الضغط العالي في اوقات كتيره من اللقاء. فالاهلي مش بيقع فنيا، ومفيش فرقه بتطمع في الاهلي. اعتقد ان الاهلي افضل من الزمالك بنسبه كبيره جدا جدا جدا. الاهلي هو الاقرب للفوز في لقاء القمه القادم. وفي ناس بقى تقول لك القمه ملهاش حسابات، الله اعلم ايه اللي هيحصل. ده كان فيديو عن الاهلي والزمالك. يا رب يكون الكلام عجبكم، والكلام لذيذ والكلام مختلف. لايك مهم جدا جدا، وجهة نظركم في الكومنتات، واعملوا شير مهم جدا جدا الفيديو، والاشتراك مهم جدا جدا في القناه، وفعلوا زر الجرس مهم جدا جدا. سلام.